طيب تعال نتكلم على الماتش بقى الجزائر شويه، لان الماتش ده كان جامد قوي. 5-2 واهداف كلها الناس ما تنساهاش، منها الهدف بتاع عبد الستار صبري وهو نايم على الارض، فاكر؟ احكي لي كواليس اللي جابوا الماتش ده. الاهداف على بركات الجول الاول وعبد تحفه، من الستار. الكره خدها من كرة عند كورنر، الكورنر راح شايطها كانت في كورنر الدقيقه. وبعدين خدها من عمارة واداها له ودخل جوه وجابها والجون جول. بتاعك وبعدين اللي انت منفرد رحت حاططها عبد بالشمال. الستار. اه وبعدين عبد الظاهر السقا. ايوه، الجون الفاول الفاول ده على تحفه فكرة، تحفه. الفاول ده يعني كابتن جوهر قعد يشتغل عليه سنة بحالها. لا والله، والله العظيم الفاول بتاع ابو السقا ده بيشتغل عليه سنة بحالها. لو الجون تفتكر، شكله حلو. كابتن جوهر ساعتها الكابتن ميمي الشربيني قال لك هذا الهدف من صنع محمود الجوهري. لو تفتكر، فاكر لان فعلا كابتن جوهر اشتغل على اه الفاول ده كتير جدا. امم المشكله في المباراه دي رايحه جايه، 1-0 1-1 2-1 2-2 ذاك فرقه حلوه 3-2. لا كانوا جامدين قوي. علي بن العربيه لا 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 كانوا جامدين جدا. وجمال بالماضي اللي هو مدرب المنتخب لا كانت فرقه تقيله قوي، فرقه جامده جدا محترفين يعني. كلهم وبتاع كلهم. فالماتش بقى ايه 3-2 والدنيا مولعه ورايحه جايه وهم على ضغطنا لغايه الدقيقه حوالي 90. وجالي نفس موقف مباراه المغرب. ايوه نفس الموقف، نفس الكوره. والموقف ده بالنسبه لي خلاص اعدي من الجول. ليه؟ انا لما اتعلم لازم بالظبط. اتعلم. ايوه شوط بقى حط بقى والسلام عليكم. ربنا رزقك اكتر بالجون كمان الخامس. بالظبط. اذا عملت من اسلام الشاطر وحطيتها بالمنظر اللي حطيته ده، فدي طبعا من الاهداف اللي الناس كلها فاكراها. ودي حاجه، هو ده رصيدك طبعا، هو ده رصيد. صح. ابو تريكة هيبقى محفور في النادي الاهلي علشان الهدف دوت بتاع الصفاقة، وهيبقى محفور في منتخب مصر عشان الهدف قدام الايه الكاميرون اللي زيدان عمل. شوف احنا بنفتكر بعد كام سنه، اكيد سنين كتير سنة. طبعا 25 سنه فاكرينها طبعا، لان في حاجات بتتحفر كده محدش يقدر ينساها. دي اهم مباراه في مسيرتك. طبعا مباراه الجزائر. طبعا يعني مباراه كانت بالنسبه لي حاسمه، لان كمان بعديها احترفت. ايوه بعديها رحت اندرلخت البلجيكي، وكان في وفد من بلجيكا جاي يتفرج، كانوا بيتفرجوا في الاستاد. سبحان الله ما يعني. فربنا كان كرمني قوي. بس دول اكيد ما شافوش ماتش المغرب. شافوه فيديو بقى بس الزار كانوا بيسبوا معاهم. هو قالوا ده اللي جايبيننا عشانه. فربنا لا انت لعيب كبير يا كابتن طارق. حبيبي امين. احكي لي على تجربه اندرلخت دي. العرض كانت تفاصيله ايه، والنادي الزمالك وافق ازاي؟ ساعتها العرض كان اعلى رقم ساعتها 1,250,000 دولار. اوف يا خبر ابيض، ده ساعتها ده رقم كبير قوي. وعلى فكره انا كان ليا فيهم 30% وما خدتهمش من نادي الزمالك. لا بجد؟ يعني 1,250,000 دولار. خد بقى 30% عليهم. 30% منهم من 1,250,000 دولار. يعملوا كام يا جماعه 30%؟ يعني يعملوا 30. احسبوا بقى احسبوا كده عشان نعرف يعني رقم، يعني كام برضو. يعني رقم كبير طبعا. والمفروض ساعتها ان انا ارفع قضيه ورفضت. ترفع قضيه ارفع قضيه على النادي ورفضت اي شيء. والنادي رفض يديك 30%؟ لا رفض ساعتها. يعني انت رحت قلت لهم يا جماعه انا ليا 30%؟ انا ليا الفلوس يا جماعه طبيعي. هو خد 1,250,000 دولار ويتحط له على طول كاش بقى، ولا 50 مليون الاول ولا 20 مليون الأول. لا اتحطوا على طول، فالطبيعي ليك 30% منهم. العاده بينص كده. فما خدتهمش. قالوا لك لا؟ قالوا لي لا خلاص، ده هم دخلوا خزنه بيخشوا جوه ما بيطلعش تاني. بيخش جوه يعني خزن ده الزمالك ما يطلعش. طب طلبت من مين وقال لك لا؟ المسؤولين ساعتها كان الدكتور كمال درويش موجود ومهندس هاني زاده، لكن موجودين كلهم اعضاء مجلس الاداره. لكن زعلت طبعا. اصل ده كان حقك. بس انا ما يعني ما بحبش الشعارات عشان هيقول لك بقى ده بيورينا عشان فاهم نادي الزمالك ان هو بحبه. يا عم انت عارف مفيش اسهل من السوشيال ميديا دلوقتي، وكل واحد يخش يشتمك، كل واحد بيكتب واحد يقول كلمه كده وكده. فمش هقول له اشعارات، لكن فعلا ساعتها ما كنتش ينفع ارفع قضيه على ناديك اللي طلعك وربيك وخلاك الناس كلها عارفاك. كان صعب الامور جدا يعني. كان صعب. فخلاص وبعدين رحت التجربه، لعبت معاهم، لقيت حاجه مختلفه تماما. ايه بقى؟ شغل تاني. اولا انت طالع هنا احسن لعيب في مصر. الناس عارفاك، وكل ما تمشي ازيك يا طارق طبعا، هتصور معاك يا طارق، النبي يا طارق، العب يا طارق، ادي يا طارق. ف خلاص بقى طلعت بقيت نجم. رحت هناك مفيش كلب عارف. مفيش واحد كلب مثلا يقول لك محدش عارفك خالص. مين يا ابني؟ كانوا عارفين ساعتها بس مصر، الاهرامات وشرم الشيخ بس كده.
ومفكرنا لسه بنركب جمال. الانطباع اللي دايما مش عارف بنتاخد عليه. ولما جابوا لي عربيه قال لي ده انت عندك عربيه في مصر امال ايه يعني؟ كان الانطباع الاول. كان لسه البدايه. مين بقى؟ كان كابتن هاني رمزي طالع، كان احمد حسن، كان عبد الظاهر، عبد الستار صبري، عبد الظاهر، لسه عماره وياسر رضوان. طبعا انت فاهم، كانوا لسه بقى في البدايات. فميدو بقى كان ساعتها هرب من نادي الزمالك وراح على بلجيكا، جنت البلجيكي. وكان هيجي اندرلخت على فكره، بس راح اياكس امستردام بعد. كسر الدنيا في اياكس بصراحه. وجالي ميدو على فكره. ميدو بس يعني كويس انك جبت سيرته. من الشخصيات الجميله. ميدو من الشخصيات المحترمه. سيبك من الهيصه اللي بتتقال بره. ميدو من الشخصيات كمان عند راجل جدا والله. يعني لو عاوزت منه حاجه هيعملها لك. لو على حسابه، مش حسابه ماديا، انا فاهم يعني معنويا. في اي حاجه لا يقف في جنبك، يقف في ظهرك. انا ميدو زارني هناك. جالي وهو بيلعب في اياكس، زارني في البيت عندي والله. ميدو بقى ساعتها بقى نجم خلاص، نجم يعني. طبعا. لا ميدو ده جميل جدا ومن الشخصيات الجميله جدا. وفعلا بيحب نادي الزمالك قوي، بيموت نفسه عشان النادي يعني. ربنا يوفقه يا رب. هو كابتن حازم والناس اللي موجود، عشان في ناس كتير بس بتتكلم ميدو ده بيعمل ده بيمثل. لا ميدو ما بيمثلش. ميدو فعلا بيحب نادي الزمالك. ميدو فعلا بيبقى عايز يجيب. بتتكلم في العلاقه ما بينه وما بين النادي يعني. مفهوم. والعلاقه الشخصيه كشخص هو انسان جميل جدا يعني. تمام. فكانت مرحله كويسه بالنسبه لك. كويسه. ليه سنه ونص بس؟ عشان انا للاسف عقليتي كانت عقليه مش هقول سيئه، اكتر من سيئه. اكتر؟ ليه عملت ايه؟ انت لازم تروح هناك تشتغل وتفصل حياتك تماما. انا كانت حياتي هنا اخلص تمريني، اطلع اقعد مع اصحابي، نقعد في كافيهات لغايه بعد الفجر ونقعد. لا والله بجد ما كانش فيه بقى التزام ننام بدري بقى عشان التمرين والكلام كده دلوقتي. يعني عارف، سيبك من الكلام اللي هقص. انا بروح انام قليلين قوي الملتزمين. سيبك يا عم، هم 3-4 في تاريخ الكره المصريه بس. في تاريخ الكره يا نهار ابيض. لا اله الا الله. في تاريخ الكره المصريه 3-4 والسلام عليكم. ومنهم ابو تريكه بس. يعني غير ابو تريكه في 2-3 كمان. كابتن ربيع ياسين. ماشي. بعد كده احضنوا الايام. تعسل يا كابتن. لا كده احضنوا الايام والله. كله قاعد وسهران ورايح ويجي. مش لا والله. وسجاير وشيشه وبتاع. انا ما كانش ليا فيهم صراحه. ما كانش ليك فيهم؟ لا والله العظيم. مين كان ليه فيهم؟ خلاص بقى ادنا الله حليم. ما خلاص معتزل. اي واحد فيهم هيعتزل، كله اعتزل. اسمع بقى، قول لي بقى، اديني بقى. ايوه كده تعالى يلا. مره وانا في النادي الاهلي. فكنت بقعد مع صديق دايما في الغرفه. فصديق ما كانش موجود، فقعدت مع مين؟ مع اسلام الشاطر. ماشي. او اسلام. اسلام. هي اوضه اسلام المقر. اوكي. مقر ايه؟ مقر الضرب السجاير يعني. ماشي. فاسلام وعماد لا مش عماد، لا عشان حرام. اسلام وبركات وشادي. ماشي. الساعه كام؟ الساعه 12. وضرب بقى ايه؟ لا والله. يا نهار اسود. 2 عايز انام. يا خبر ابيض. وانت معاهم في الاوضه؟ يا ابني الدخان. قال ليه؟ بركات ده جنبي. يا ابني اشرب عشان تبقى نجم بكره. بيتكلم كده بركه. قلت له كنت انا ماليش في القصص دي، ابوس ايدك وافتح الازاز. قال لي ما احنا لو فتحنا الازاز هنتكشف. ما ينفعش نفتح الازاز. طب انا ذنبي ايه؟ قال لي ما انت كده كانك شربت. قلت له لا يا عم انا ماليش دعوه. قال لي اشرب صدقني عشان تبقى نجم بكره. تمام. ده كان قبل ماتش ايه بتفتكر؟ كان ماتش في افريقيا. ماشي. اسمع بقى يلا. ماتش تاني يوم. كسبنا 2-0. ماشي. اللي جابوا الاجوان بركات وشادي. يا خبر ابيض. نجم الماتش بركات اسلام. يا نهار اسود. انا التغيير الاول في الدقيقه كام 35 الشوط الاول. ايه رايك؟ يا نهار اسود. وهم اللي قاعدين بيضربوا وانا طالع. بركات بيقول لي مش قلت لك تضرب لك سيجارتين؟ يا خبر ابيض. لا سبحان الله. يا المفروض هم اول تغيير 3 تغييرات. افكر طب اضرب سيجارتين تاني ولا عايز ابقى كويس يا ولاد اللعيبه. والله العظيم ال3 نجوم الماتش. شادي ضربة جزاء، بركات جون عالمي. ماشي.
اسلام مكسر الدنيا في الماتش وانا التغيير الاول في الدقيقه 30. طب يرضي ربنا؟ فقلت بعد كده اضرب معاهم بعد كده المفروض بقى خلاص. يعني فهي بصراحه هي ملهاش مقاييس يعني. طبعا هي ملهاش مقاييس. ده يعني النفس وبعدين برضه يا جماعه النفس طبعا يعني، بس طبعا هو حاجة طبعا غريبة في أوي. عرف لاعب كره القدم طبعا ما ينفعش. لكن في النهايه دي مش بتاعتك بقى. بس هم كانوا على طول كده. على خلاص طول. بقى عايز ايه منهم؟ بس عمر بقى ما حد عرف ولا الجهاز الفني ولا ناس ولا عارفه. الجهاز الفني كان عارف. في ناس كانت عارفه يعني كابتن حسام بدري كان عارف وما يقدروش يخبطوا عليهم اصلا كمان. ومانويل جوزيه كان عارف. لا جوزيه ما يعرفش. ده لو عرف تبقى مصيبه. لا لو عرف ده كان هتبقى في مصيبتين مش مصيبه يا واحدة. خبر اسود. خلي بالك بس عقليه الناس الاوروبيين يقول لك طالما بيديني في الملعب خلاص. يعني العقليه الاوروبيه يقول لك يعني مثلا حارس برشلونه اللي هو اعتزل ورجع تاني فابيانسكي. صح. بيقولوا بيدخن علني يعني. ده كان اعتزل فتره. اعتزل ورجع. ورجع. ففي بعض برضه وعمل موسم كويس. في لعيبه كتير كده، لكن كان دول اشهر 3 يعني. ما كانش في بقى ناس تانية كتير جدا يعني. كانش في الزمالك معاك؟ لا كان في، بس يعني ما كنتش معاهم في الاوضه بصراحه. كان مين معروف عنه في الزمالك؟ حسام عبد المنعم. حسام عبد المنعم. طارق السيد. والله طارق السيد، وهو ده كان ما شاء الله كان مغفلني. ليه بقى؟ كان مغفلني ما كنتش اعرف. بيغفلك. انا اتغفل ودينه قبل ما يروح الاهلي. قبل ما يروح الاهلي. ولما راح الاهلي ده ضم مع شادي بقى. ضم مع الشله بقى. كمل معاهم. دول ابرز الناس يعني كانوا. يا خبر ابيض. كان في لعيبه كبيره برضو، اسماء كبيره. كابتن اسماعيل يوسف والله. كابتن احمد الكاس كمان. ما اصلش الشاي الكتير اللي بيتشرب ده ما يتشربش لوحده. طبعا يعني لازم السيجاره. بس بعد كابتن الكاس يعني بطل بقى بسرعه يعني. كان حته لعيب طبعا.